السلام عليكم ومرحبا بكم في وصفة جديدة. اليوم غادي نشوفوا هاد الكرعين بالطريقة المراكشية. كيجيو لذاذ بزاف بزاف بهاد الطريقة وساهلين دغيا كيوجدوا، ما كياخذوش بزاف ديال الوقت. نمشيو نشوفوا المقادير وطريقة التحضير وفرجة ممتعة. انا عندي هنايا كيلو ونص ديال الكرعين. انا عندي هنايا الكرعين بلديين، يمكن لينا نستعملوا حتى الاخرين راهم حتى هما كيجيو زوينين روميين. وغادي نحتاج بصله كبيره مقطعه اطراف هكا، واما نديروا بصله كبيره ولا جوج بصلات صغار. وغادي نحتاج 5 ديال الفصوص ديال الثومه، معلقه كبيره ديال الكمون ما عمرش بزاف يعني مسوحه، ومعلقه ديال التحميره او فلفله حمراء اللي كتكون عامره بزاف، وعندي معلقه كبيره ديال الملحه وجوج عواد ديال القرفه، زلافه ديال الحمص اللي كيكون مفزق من قبل بحال اللي كنديروا في الحريره حامضه. وغادي نحتاج كاس ديال زيت الزيتون، كاس ديال العنبه، وكاس ديال العنبه ديال الزبيب. اي نوع الزبيب يمكن لينا نستخدموه. غادي ناخذ الكرعين، قلت هنايا عندي كيلو ونص. غادي نديرو في كوكوط، غادي نضيف عليه البصله، وغادي نضيف الثومه والكمون، الملحه والعويدات ديال القرفه، وغادي نضيف الفلفله الحمراء او التحميره والزبيب، الحمص وزيت الزيتون. هنايا الماء، انا غادي نضيف هنايا 5 الكيسان ديال الماء بعبار ديال كاسه العنبه، 5 الكيسان كيجيوني هما هذوك في القياس. وبالنسبه لهاد الكرعين كنخليهم يطيبوا تقريبا، انا هنايا كانوا خداو ليا ساعه وربع. ديما كنسدوا عليهم في الكوكوط وكنديروا كنجهدوا البوطه شويه في الاول، ملي كتصفر صفاره كنقصوا عليهم صافي. الا ما طابوش يمكن لينا نعاودو نزيدو فيهم شويه ديال الماء، كنقلبوهم ومن بعد ساعه كنقلبوهم كنشوفوا الا كانوا طابوا ما طابوش، وكان داك المرق قليل كنزيدو شويه ديال الماء. صافي هنايا راه طابوا شوفي كيفاش كيجيو هنايا وكيجيو بنان بزاف. غادي نحطهم هنايا وغادي نشوفوا كيفاش غيجيو في التقديم. هادو الكرعين ديالي راه وجدوا، كنتمنى يعجبوكم، كيستحقوا التجربه. ونتلاقاو في فيديو مقبل ان شاء الله، والسلام عليكم.